كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب. كده سنة سعيدة علينا جميعا، ورمضان بخيره ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي لحظة زي كده لازم كلنا نفتكر إن الكورة للاستمتاع، ما ينفعش يبقى في الكورة حاجات شبه اللي شفناها في ماتش الأهلي. لما تستغل الساعة الكاملة تستغلها صح، تستغلها بلعبك، تستغلها بجمهورك، ما تستغلهاش بإنك ترد حتى لو في حاجة غلط حصلت في حقك، ما تستغلهاش بإنك تبقى في عدم احترام للمنافس حتى لو هو ما احترمكش. انت ادي المثل وادي القدوه. استغل فرصه ان الاول مره الداخليه بتفتح لك الملاعب للساعه الكامله، عشان تبقى فرصه تطلبها بعد كده تاني وترجع الكره في مصر تاني، كره للجماهير. كفايه الدوري اللي بايظ من غير جمهور، وكلها شركات ومؤسسات وحاجه دمها تقيل وكره منزوعه الدسم. خلينا نستغل الاوقات الحلوه ويبقى مدرجاتنا تشجيع للكوره بشكل كويس ونستمتع بالكوره. الازاز المايه اللي اترمت والحاجات اللي حصلت كلها حاجات مش هي الصح ان تحصل، ولا ده اللي احنا متعودين عليه. ما يبقاش فيه بعد كده رد فعل يمنع المايه عن الجمهور وهو داخل زي ما كان بيحصل زمان، والتصرفات الغبيه اللي كانت بتحصل على البوابات. فاحنا ما نستدعيهاش تاني، ونخلينا في ملعبنا سواء كان للمنتخب او الاهلي او الزمالك، ونتفرج على دوري فيه جمهور، عشان خاطر الكام فرقه اللي ليهم جمهور يقدروا يدخلوا جماهيرهم. وكل سنه وانتم طيبين مره تانيه، ورمضان كريم، والكره للاستمتاع فقط.